دي قصة شوية قهوة. فنجان القهوة في قهوة عن القهوة. 12.5% من سكان العالم تشرب قهوة، وده يعني بليون شخص، نسبة كبيرة. بما انك بتتفرج على الفيديو ده انت كمان بتشرب قهوة، مش بعيد تكون بتشربها دلوقتي. بس اللي اكيد ما عملتوش قبل كده انك تشرب قهوة من صنع حيوان. هوريك دلوقتي اغرب انواع القهوة واغلاهم وازاي بيعملوها. خليك معايا، اعمل لايك، صلي على النبي، ويلا بينا نبدأ. قهوة كوبيلواك واحدة من أغلى أنواع القهوة في العالم، بتتزرع في إندونيسيا وتحديدا في جزيرة بالي. طريقة صنع القهوة دي بتبدأ بإن المزارع بتأكل الحبوب لقط الزبادي الآسيوي، وبعد مرور الحبوب من جهازه الهضمي بيجمعوها من فضلات الحيوان وتتنضف بعناية وتجفف وتحمص. والسر هنا هو إن في التحميص بتوصل لدرجة حرارة عالية بتقتل البكتيريا الموجودة فيها، واللي بيتبقى هو حبوب قهوة جاهزة للاستخدام. الطريقة الغريبة دي هي اللي بتدي القهوة نكهة مميزة، اللي بتكون قوية وحموضتها قليلة، وسعرها ممكن يوصل لحوالي $1000 للكيلو جرام الواحد. قهوة أوسبينا، القهوة دي ناتج عن مجهود 5 أجيال. وإزاي عرفوا يستخرجوا النوع النادر ده من الجبال البركانية في الإنديز في أمريكا الجنوبية، واللي بتكون متنقية بالإيد عشان يضمنوا إنها وصلت للنضج بتاعها 100%. وهنا يستخرجوا الحبوب من الفاكهة اللي بتنتجها الشجرة ويغسلوها وبتتجفف تحت أشعة الشمس على مدار 5 أسابيع، وبعد كده بتتنقى بالإيد تاني عشان يضمنوا إن مفيش أي حبوب بايظة قبل ما تتنقل للمحمصة. والعملية كلها بيكون فيها 20 مرحلة من التصفية. عشان كده ناتج شجرة كاملة بيعمل حوالي 500 جرام بس من الحبوب، وده سر سعرها العالي اللي بيوصل ل $1250 للكيلو الواحد. قهوة بلاك آيفوري، بتتزرع القهوة دي في تايلاند وتحديدا في مزارع مخصصة لرعاية الفيلة اللي بتاكل حبوب القهوة الطازجة وتجمع الحبوب من فضلات الفيلة. بتتغسل كويس جدا وتجفف وتحمص. بتمر تقريبا بنفس ظروف النوع الأول. بتتميز نكهة القهوة دي إنها فيها لمحة من طعم الشوكولاتة ومرارة قليلة، بسبب إن عملية الاستخراج هنا أصعب، حيث إن 33 كيلو من ثمر القهوة ممكن ينتج كيلو واحد بس من الحبوب الصالحة للاستخدام. فسعرها بيكون عالي قوي وممكن يوصل $2000 للكيلو جرام الواحد. وغالبا هتلاقيها بتتقدم بس في الفنادق ال5 نجوم المشهورة والمطاعم الراقية. ودي كانت أغرب وأغلى أنواع القهوة في العالم. في أنواع كتير برضو غريبة وغالية، ولكن دول أبرزهم. اكتب لي في الكومنتات لو متاح إنك تجرب قهوة من دول هتختار أي واحدة. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم مستوي، سلام.